السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيلمنا بيبدأ مع نيك وهو قاعد في الحانة، بيكون مركز مع بنت جميلة اسمها دوريس، وباين عليه انه معجب بيها وعايز يتعرف عليها، لكن دوريس بتقوم وبتروح تقعد على ترابيزة تانية. وهنا بيدخل واحد اسمه اوزجي وهو حبيب دوريس، ومن خلال كلامهم نيك بيعرف ان اوزجي بيلعب قمار. اوزجي بيطلب من دوريس انها تروح معاه صالة القمار عشان هو بيتفائل بيها، وبيحاول يقنعها بانهم لو كسبوا مبلغ كبير مش هيشتغلوا تاني، يكون معاهم فلوس كفيهم لباقي العمر. لكن دوريس بترفض انها تروح معاه لانها مش عاجبها انه بيلعب قمار. واول لما نيك بيشوف المنظر ده بيشرب المشروب بتاعه وبيقرب منهم وبيحاول يعاكس دوريس، وساعتها اوزجي بيتضايق من نيك وبيقوم علشان يتخانق معاه، لكن نيك بيشد الباروكه من على دماغه بيسخر منه قدام دوريس. ولكن دوريس بتاخد اوزجي وبيخرجوا، وبيكون اوزجي ضايق وغضبان جدا من اللي حصل، واللي بيضايقه اكتر ان نيك بيخرج وراه وبيحاول يستفزه بالكلام. وساعتها اوزجي بيفقد اعصابه وبيضرب نيك وبيوقعه على الارض، وبتكون دوريس متفاجئه لانها ما كانتش متخيله ان اوزجي قوي بالشكل ده. بتكون فخوره بيه وبشجاعته لدرجه انها بتجري عليه وبتحضنه. وفي نفس الوقت ده بنشوف بنت اسمها هولي تترمي من عربيه قدام المستشفى. بيبان ان هولي كانت متعذبه ومضروبه علقه قويه جدا لدرجه انها مش قادره تقوم من مكانها. ومن حسن حظها ان في دكتور كان في المستشفى كان بيخرج علشان يدخن بره، واول ما بيشوفها بيجري عليها وبيدخلها المستشفى بسرعه. وساعتها الاطباء بيسالوها مين اللي عمل فيها كده، لكن هولي ما بتنطقش غير اسم نيك وبتفضل تكرر اسم نيك لغايه ما بيغمي عليها. وفي تاني يوم بيروح نيك عشان يقابل اوزجي، وبنعرف ان اللي حصل امبارح كان مجرد تمثيليه، وان اوزجي كان مأجر نيك عشان يعمل دور البلطجي، وده علشان يخلي دوريس تكون منبهره بيه ويثبت شجاعته قدامها. ووقتها اوزجي بيدي نيك المبلغ اللي اتفقوا عليه وزياده كمان $500. وبعدها نيك بيركب عربيته وبيروح شغله، وبنعرف بعديها ان نيك بيشتغل في مكتب محاماه في لاس فيجاس. ولما بيوصل بيقابل صاحب المكتب اللي اسمه بيانكي، وساعتها بنعرف ان نيك مسؤول عن تأمين الزباين اللي في كازينوهات القمار، علشان كده هو معروف في لاس فيجاس. لكن بسبب ظروف حياته اللي مش مستقرة بيضطر يشتغل شغلانات تانية عشان يعمل أي فلوس. وأثناء ما نيك بيتكلم مع بيانكي بيدخل واحد اسمه سايروس وبيسأل بيانكي عن البوديجارد اللي اسمه نيك، فبيانكي بيشاور عليه وبيقول له إن هو ده الشخص اللي أنت بتدور عليه. فبيقرب سايروس من نيك بيعرفه بنفسه وبيقول له إنه جاي لاس فيجاس علشان يلعب قمار. فنيك بيتريق عليه وبيقول له إنه لسه صغير للكلام ده. فبيعرفوا سايروس ان هي دي مشكلته الحقيقيه اللي بيعاني منها. بيعرفوا ان سنه 32 سنه، ولكن اي حد بيشوف شكله وهيئته بيفتكر ان عنده 20 سنه بس، وده بيخلي الناس تطمع فيه وفي فلوسه. وبيعرفوا ان هو عايزه يشتغل معاه بوديجارد عشان يحميه لو حصلت اي مشكله في الكازينو، لكن قبل كده هو عايز يعرف مؤهلاته. فبيبدا نيك يتفخر بنفسه قدامه وبيقول له انه دخل معارك كتير طول مسيرته، وبيقول كمان انه رغم كل المخاطر اللي تعرض لها انه لسه عايش ومفيش حادثة قدرت تقضي عليه، وده لان نيك معاه رخصة طيران وحزام اسود في الكاراتيه. ده غير انه فاز ببطولة الملاكمة الدولية 3 سنين ورا بعض. ويبان على سايروس انه راضي بالسيرة الذاتية بتاعت نيك، ونيك بيقول له انه بيتكلم 4 لغات ومعاه شهادة في الاقتصاد من جامعة امريكية، كما انه عنده القدرة انه يحفظ اول 3 صفحات من جريدة نيويورك تايمز في 5 دقايق، وبيقدر يرجع يحكيها بالتفصيل بعد 5 أسابيع كاملة. وبينهي نيك كلامه بيقول إنه عنده عيب واحد بس، والعيب ده إنه بيكذب بشكل مستمر. فبيضحك سايروس وبيشوف إن نيك دمه خفيف وإن ده بيعجبه، وبيتفق مع نيك على الميعاد اللي هيتقابلوا فيه علشان يبتدوا الشغل. وبعدها نيك بيركب عربيته وبيروح المطعم اللي بيتعود يتغدى فيه، وهناك الويتر بتقول له إن في بنت اسمها هولي سابت له رسالة. وأول ما نيك بيقرا الرسالة بيروح فورا على بيت هولي، وبنعرف ساعتها إن هولي تبقى صاحبة نيك. وأول لما نيك بيشوف الكدمات اللي في وشها بيسألها إيه اللي حصل ومين اللي عمل في وشها كده، فبتقول له إن في راجل ومعاه 2 بوديجارد استدرجها لغرفته الليلة اللي فاتت، وهناك اغتصبها وعذبها وخلى رجالته يضربوها ويرموها قدام المستشفى. والمشكلة إنها ما تعرفش مين الراجل ده ولا اسمه إيه، وده السبب اللي خلى هولي تبعت رسالة لنيك علشان تعرف اسم الراجل ده وترفع عليه قضية. وهنا نيك بيقول لها اللي عمل كده يا إما واحد غني وبيلعب قمار أو مجرم وزعيم عصابة. وهنا نيك بيرفض طلب هولي وبيقول لها إنها محتاجة محامي أو محقق خاص، وبتقول لي هولي إن ليه معارف كتير وأكيد
هيعرف يساعدها، لكن نيك بيقول لها انه ما يعرفش حد في الفندق ده، عشان كده مش هيعرف يعمل حاجة للناس اللي خطفوها وعذبوها. وبيفكرها انه قبل كده كان حذرها من التعامل مع زباين الفندق. وبعد ما خلص كلامه بيسيبها وبيمشي، وده بيبان اما ركب عربيته كان متضايق من اللي حصل. وبيروح في الفندق اللي بتشتغل فيه هولي، وبيتسلل من الباب الخلفي وبيقابل واحدة صاحبته شغالة في الفندق اسمها ميليسا، وبيحاول يعرف منها شكل الراجل اللي حكيت عنه هولي. فبترتب ميليسا ميعاد معاه في المطعم علشان يتكلموا براحتهم، وهناك بتقوله ان الراجل اللي بيدور عليه اسمه داني، وبتعرفه ان داني ده يبقى ابن زعيم المافيا الإيطالية، وبتعرفه كمان ان ابوه ملوش غيره وبيخاف عليه جدا، عشان كده هو حاطط له 2 بودي جارد ما بيفرقوهوش ابدا. وميليسا بتنصح نيك انه ما يقربش من داني لان البودي جاردات بتاعته يقدروا يكسروا رقبته، لكن نيك بيتجاهل كلام ميليسا وبيصمم انه يجيب حق هولي مهما حصل. وبالليل نيك بيقابل سايروس حسب ميعادهم، وبيكون سايروس فرحان جدا لانه هيلعب قمار في لاس فيجاس لاول مره، فبياخدوا نيك في جوله لكل صالات القمار اللي في المدينه. وساعتها سايروس كان فاكر ان نيك عميل سري من كتر ما هو وشه جامد وما يبانش عليه اي تعبيرات، وبيفضل يسأله هو شغال في أنهي جهاز مخابرات بالظبط، لكن نيك بيرد عليه وبيقول له اسكت استمتع بالسهرة. وبيسمع سايروس كلامه وبيروح يلعب قمار، وبيقف نيك قريب منه علشان يحرسه. وأول ما سايروس بيكسب بيعزم نيك على مشروب بالمناسبة دي. وقتها بيبان إن نيك مش قادر يسيب موضوع هولي من دماغه، فبيتكلم مع سايروس وبيقول له إن عنده مشوار مهم. وساعتها سايروس بيقلق وبيخاف يكون موجود لوحده في الكازينو، لكن نيك بيفكر ان هو ظهر معاه في كل الكازينوهات اللي في المدينة، وده معناه ان محدش هيقدر يأذيه او يقرب منه. وبيوعده انه لما يخلص المشوار اللي هو رايحه هيرجع ويكمل شغل معاه. وبيروح لهولي في البيت وبيديها معلومات عن الراجل اللي اعتدى عليها، وبيديها كمان رقم غرفته، وبيقول لها انه مش هيقدر يتعامل مع الشخص ده نهائي لانه مش عاوز يورط نفسه في مشاكل. وبيكون واضح ان نيك بيعاقب هولي علشان ما سمعتش كلامه، وده لما حذرها انها تقرب من اي حد من زباين الفندق. لكن هولي بتعرفه ان داني كان هيضرب عليها نار لو ما سمعتش كلامه، واجبرها انها تقول له انها بتحبه، ووعدها انه هيسيبها لو عملت كده. لكن في الاخر فضل يعذب فيها بابشع الطرق، علشان كده هي عايزه تنتقم منه، وبتترجى نيك انه يساعدها على كده. وبيسيبها نيك وبيروح لداني في اوضته، ويتظاهر انه موظف عند بيبي زعيم العصابات في لاس فيجاس. وفي الاول الحارس ما بيهتمش وبيقفل في وشه الباب، لكن لما زميله يسمع اسم بيبي يروح يفتح الباب بسرعة، وده بسبب ان خايف ان بيبي يزعل لما يعرف ان هما طردوا واحد من رجالته. وبعدها بيدخل نيك وبيقابل داني اللي بيكون بيستحمى في البانيو، وساعتها داني بيسأل نيك هو عايزه في ايه، فنيك بيعرفه انه جاي بخصوص بنت كانت سهرانة معاه الليلة اللي فاتت. فبيسأله داني ان كانت البنت دي جميلة، فنيك بيرد عليه وبيقول له البنت دي كانت جميلة قبل اللي عمله داني فيها هو ورجالته. فهنا داني بيفهم ان نيك بيتكلم عن هولي، فبيطلع من البانيو وبيقول له ان هما شربوا وانبسطوا سوا وبعدين حصل اللي حصل. ولكن نيك بيقول له ان اللي عمله ده غلط ولازم يتحاسب عليه. فبيتعصب داني وبيمسك مسدسه وبيصوبه على نيك، وبيطلب منه انه يعتذر عن الكلام دوت والا هيقتله. لكن نيك بيرفض يعتذر، فبيقول له داني انه هيسيبه يمشي، ولكن هو ليه كلام تاني مع الراجل اللي مشغله. وبيطلب داني من رجالته انه يرموا نيك بره الاوضه. وهنا نيك بيتحرك بسرعه وبيضرب واحد من الرجاله في رجله وبيكسرها، وبيعور التاني في وشه بكارت الفيزا. وساعتها داني بيتصدم لما بيشوف اللي بيحصل لرجالته، فبيضرب نار على نيك علشان يخلص عليه، ولكن نيك بيستخبى بسرعه منه وبيرمي عليه كارت الفيزا وبيعوره في وشه، فبيقع داني على الارض وبيغمى عليه. وبعدها نيك بيكتفه هو ورجالته. في اللحظه دي بتوصل هولي علشان تتصرف بنفسها مع داني، وساعتها هولي بتطلع مقص من شنطتها وبتقرب من داني علشان تعذبه زي ما عذبها. فبيترعب داني وبيترجاها ان هي تسامحه، وبيقول لها ان في 50,000 دولار في درج المكتب ممكن تاخدهم، وده تعويض عن اللي هو عمله فيها. فبتاخد هولي الفلوس وبتديها لنيك، وترجع لداني تاني وبتقول له ان صعب عليها انها تسامح الشخص اللي عذبها. ولما داني بيحس انها ناوية تعذبه بيفضل يترجاها والدموع في عينيه، ومع ذلك هولي ما بيهمهاش وبتعوره. وبتاخد نيك وبيخرجوا من الأوضة، بتسيب داني منهار وبيعيط. وأول ما بيخرجوا من الفندق نيك بينصح هولي إنها تسيب المدينة
وتمشي، لأن داني مش هيسكت وهيدور عليها علشان يموتها. فبتقتنع هولي بكلامه وبتطلب منه يجي معاها، لكن نيك بيرفض وبيقول لها إن هو هيعرف يتصرف مع داني وبيديها الفلوس علشان تاخدها وتمشي. لكن هولي بتقول له إن الفلوس دي من حقه، لأنه هو اللي تعرض للخطر وكان ممكن يموت وهو بيجيب لها حقها. ولما هولي بتشوف إن نيك لسه رافض فبتقول له نقسم الفلوس ما بيننا، وبعدها بتركب العربية وبتودعه وبتمشي. وبعدها نيك بيرجع بيته وبيحط $25,000 قدامه، وفي المرة دي بيفكر يجرب حظه مرة واحدة، لأنه من جواه نفسه يهرب من المدينة الملعونة اللي هو عايش فيها ويعتزل عالم الإجرام. لكن علشان يعمل كده لازم يجمع $500,000 على الأقل، لأنه بيحلم يشتري مركب ويعيش في جزيرة في البحر المتوسط، ومفيش قدامه غير القمار اللي يخليه غني في لحظة. فبيروح الكازينو وبيدي البنت الديلر $100، لكنه بيبدأ المراهنة ب$10 بس، وده بيخلي الديلر يبصله بسخرية. لكن الغريبة إنه كل ما بيلعب أكتر بيكسب أكتر، الحظ بيضحك له، وبيبان وقتها إن نيك حريف في القمار، وده لأنه كان زمان مدمن قمار لدرجة إنه ضيع مستقبله كله. وبيحس إن الليلة دي هي فرصته الوحيدة علشان يغير حياته، لأنه عارف إنه سواء كسب أو خسر هيسيب كده كده لاس فيجاس، عشان داني مش هيسيبه في حاله بعد اللي حصل. فبيراهن إن هو يقامر بمبلغ كبير وبيحط $1,000 زيادة. كل ما نيك بيلعب حظه بيزيد أكتر، لدرجة إن إدارة الكازينو غيروا الديلر. لكن نيك بيوقف لعب ويروح يشرب علشان يحتفل، وبالصدفة بيقابل سايروس، بيقعدوا سوا. بيتضح إن سايروس خسر فلوس كتير الليلة دي، ونيك بيقول له إن حظه الليلة دي ماشي. وفجأة نيك بيفتكر حاجة معينة حصلت أثناء ما كان بيلعب، بيتضح إنه اكتشف حيلة جديدة وناوي ينفذها. فبيرجع تاني لترابيزة القمار وبيكمل لعب، وسايروس بيراقب فلوس نيك وهي عمالة تزيد باستمرار، وبيكون منبهر ومش بيصدق اللي بيحصل. وكل ما نيك بيكسب بيراهن بالمبلغ كله، وبيعرف يخمن كل ورقة في إيد الديلر. ولما بيوصل ل20 فوز ورا بعض مدير المكان يتجنن من نيك، والناس كلها اتلمت حواليه من كتر ما هو بيكتسح الترابيزة وعمال يفوز، لدرجة إن كل اللاعبين سابوا أماكنهم ووقفوا يتفرجوا عليه. وده بيثبت إنه مبقاش مجرد لاعب عادي، وإنه وصل لمستوى عالي جدا. وبتيجي الجولة الأخيرة وبتكون هي الفيصل، ونيك بيكشف ورقه والكل بيكون حابس أنفاسه. وفي الآخر نيك بيكسب $500,000 والناس كلها بتهلل من الفرحة. وبعدها سايروس بيسأل نيك هو هيعمل إيه بالفلوس دي كلها، فبيقول له إنه بيفكر إنه يروح يعيش في جزيرة بعيدة في البحر المتوسط، ودي بتكون أمنية نيك الأخيرة وهو رايح عند الخزنة علشان يصرف الفلوس. ولكن هوس القمار بيرجع يسيطر عليه تاني، بيكون عايز يلعب تاني، وهي دي بالظبط عقلية مدمن القمار. وساعتها نيك بيقول لسايروس إنه عاوز يمارس عشقه للقمار، وبياخد فلوسه وبيرجع يلعب تاني، والمرة دي بيآمر $500,000 اللي معاه، وكمان بيحط عليهم $25,000 اللي أخدهم من هولي. وفي المرة دي الحظ للأسف بيدي ظهره لنيك وبيخسر كل ما يملك. ووقتها الديلر بتكون متعاطفة معاه وبتواسيه، لكنه بيقول لها إنه مش زعلان. وبرغم كده الناس اللي حواليه كانوا بيسقفوا له. ولكن نيك أول لما بيدخل الحمام بيكون حاسس بالندم، لأنه معرفش يمنع نفسه ويتحكم في رغبته، وبيكون زعلان إنه ضيع كل الفلوس اللي معاه. وبيشرب كتير لحد ما بيغمى عليه وبيقع على الأرض. وتاني يوم فوق نيك وبيلاقي نفسه عند سايروس في اوضته، وسايروس بيقول له انه دفع فلوس ل2 من اضخم الجردات علشان يشيلوه ويجيبوه لحد الاوضه. في اللحظه دي سايروس بيفتح قلبه لنيك، بيعترف له انه شخص ضعيف وجبان، وانه خايف لما يكبر في السن يتعرض للضرب من المراهقين، وده لانه شاف قبل كده شويه عيال بيضربوا راجل عجوز. وبيطلب سايروس من نيك انه يعلمه فنون القتال، لان نيك بالنسبه له هو المثل الاعلى في القتال والمهمات الصعبة. وبيقول سايروس إنه بيحلم إنه يعمل أي عمل شجاع قبل ما يموت. للأسف هو ما بيملكش غير ذكائه علشان يجمع فلوس، والفلوس دي هي السلاح الوحيد اللي بيدافع بيه عن نفسه. وبيفضل نيك ساكت وهو بيسمع كلام سايروس وما بيردش. بيقدم سايروس لنيك عرض ما بيترفضش، وبيعرفه إنه شغال مبرمج
ومعاه فلوس كتير لدرجة انه كسب 70 مليون دولار وهو عنده 19 سنة، وممكن يديله كل الفلوس اللي هو عايزها. ولكن نيك ما بيصدقهوش وبيسيبه وبيروح للبار علشان يشرب، واثناء وهو قاعد بيدخل عليه 2 رجالة بيبلغوه ان داني عاوز يشوفه. ومن سوء حظ الاتنين دول ان نيك بيكون في اسوأ حالاته، وبيكون لسه بيفكر في النص مليون دولار اللي خسرهم، والنتيجة انه بيطلع فيهم كل الغضب اللي جواه، وبيفضل يضرب فيهم هما الاتنين كأنهم أكياس ملاكمة. ومع ذلك بيتفاجئ إن الكازينو مليان برجالة داني، وبرضه محدش بيقدر يقف قصاده، وبيضربهم كلهم واحد ورا التاني. وبيفضل نيك على الحال ده لحد ما بيخلص عليهم كلهم. وساعتها بيوصلوا رجالة صاحب الكازينو وبيطلبوا منه يوقف ضرب. وبعدها نيك بيروح يقابل بيبي زعيم العصابات في المدينة، وبيظهر إن نيك وبيبي أصحاب من زمان. وبيعرف نيك من بيبي إن داني قدم فيه شكوى، بيدعي إن نيك قتل 2 من رجالته وسرق فلوسه. وهنا نيك بيسأل بيبي لو هو مصدق الكلام ده، وبيرد بيبي بيقول له لو كان مصدق كان زمانه ميت أصلا، لكن هو قدام شكوى ولازم يحقق فيها عشان يوصل للحقيقة. وداني بيتفاجئ إن بيبي جايب نيك علشان يواجهه، وبيبي بيفهمه إنه ما يقدرش يموت نيك إلا لما يتأكد من الحقيقة الأول. فبيكذب داني عليه وبيقول له إن نيك خدعه وفهمه إنه هو واحد من رجالة بيبي. وأول لما داني سمح له إنه يدخل له أوضته هجم عليه وعلى رجالته. وقتها نيك ربط رجالته في الكرسي وضربهم بالنار. وبيكمل داني في كذبه وبيقول إن نيك سرق 50,000 دولار من مكتبه، وبيقول له أنا مش فاهم نيك بيعمل كده ليه، وإيه اللي يخليه يهجم عليه من غير سبب. لكن داني بيتصدم لما بيبي بيقول له إن نيك مش محتاج لسلاح علشان يقتل رجالته، ولأنه عارف إن نيك يقدر يقتلهم وإيده فاضية أو حتى بطفاية السجاير. ساعتها نيك بيرد وبيكشف السبب الحقيقي لانتقامه من داني، وبيحكي لبيبي اللي عمله داني ورجالته مع صاحبته هولي. والدليل على كلامه إن هولي عورت داني ما بين رجليه. في اللحظة دي بيبي بيطلب من داني إنه يقلع بنطلونه عشان يعرف مين فيهم الصادق ومين الكذاب، ولكن داني بيتعصب وبيرفض ان ده يحصل. وهنا بيبي بيقول له ان نيك بريء من التهمه دي، فبيفقد داني اعصابه وبيسيبهم وبيمشي. وتاني يوم سايروس بيقابل نيك في المطعم لاخر مره، وده علشان يودعه قبل ما يسافر ويرجع بلده، وبيشكره لانه اتعلم منه الشجاعه في اليومين اللي فاتوا. وبيقول له ان في تحت الترابيزه تذكره سفر للجزيره اللي هو عايز يعيش فيها، ومع التذكره في شيك ب500,000 دولار بدل ال500 اللي هو خسرهم. في اللحظة دي بيدخل داني ومعاه 4 من رجالته. في اللحظة دي سايروس بيقوم يقف على الكرسي وبيفضل يغني علشان يشتتهم ويدي فرصة لنيك علشان يهرب بره المطعم. فبيخرج داني ورجالته وبيدوروا عليه، وفجأة بينزل عليهم نيك من فوق سطح المطعم وبينزل ضرب فيهم، وبيكون ماسك في ايده سكينة ومعلقة أخدهم من المطعم قبل ما يخرج. وبيقدر يمنع رجالة داني انهم يستخدموا اسلحتهم. وساعتها داني بيتعب وبيؤمر رجالته انه يكملوا هجوم على نيك، لكن نيك بيتحرك بسرعة وبيخلص عليهم كلهم قدامه، فيضطر داني انه يواجه نيك بنفسه. والمواجهة دي بتخلص في ثواني لان نيك بيخلص على داني بضربة واحدة. وبعدها سايروس يلحق نيك قبل ما يمشي وبيديله التذكرة والفلوس، وبيقول له انه فرحان انه اخيرا قدر يتصرف بشجاعته لما قام وغنى في وسط المطعم علشان يديله فرصة انه يهرب، وبيأكد له انه هيفضل هو مثله الاعلى. وبيشكره نيك وبيسلم عليه وبيقول له ان هما من اللحظة دي اصحاب. وبعدها بيركب نيك عربيته وبيسيب المدينة وبيمشي. وهنا بيخلص فيلمنا. لو عجبك ملخص الفيلم أرجو الاشتراك في القناة والضغط على الإعجاب. تحياتي.